أنزل الله سبحانه وتعالى 100 كتاب و4 كتب، وجمع معاني هذه الكتب في التوراة والإنجيل والقرآن، وجمع معاني هذه الكتب الثلاثة في القرآن، وجمع معاني القرآن في المفصل، وجمع معاني المفصل في الفاتحة، وجمع معاني الفاتحة في آية من الفاتحة. فما هي هذه الآية؟ الآية هي إياك نعبد وإياك نستعين. وأما ما سبقنا وذكرناه فقد أورده ابن القيم في مدارج السالكين. وأما المفصل فهو يبدأ من سورة قاف إلى نهاية القرآن. ولنقف عند آية إياك نعبد وإياك نستعين. لماذا كانت بهذه الأهمية وبهذه الخلاصة، خلاصة الخلاصة؟ لأنها قسمت بين الرب والعبد، فكانت للرب إياك نعبد، وكانت للعبد إياك نستعين، وقد أتت لتعالج أصل العبادة، فعالجت الرياء بإياك نعبد، وعالجت الكبرياء بإياك نستعين. السلام عليكم.